طب تمام أوي كده، ماتش الأهلي خلص 2-0 بعد توقفات وبعد أرصاد جوية والناس وقفت والناس طلعت، ومدحت شلبي طلع قال لك يا رب الماتش يتلغي ويتعاد من الأول خالص 0-0 ونتمنى ده يحصل، وكان في تطبيل كتير والكلام ده كله. الماتش خلاص خلص 2-0 لبالميراس. خلينا متوقعين إن نتيجة الماتش دوت هي متوقعة أساسا إنك تخسر، بس 2-0 دي محدش كان متوقعها. اداء النادي الاهلي اللي كان يوحي ان هو كان ممكن يكسب من اول ما ابتدى الماتش اتغير تماما بعد اول ربع ساعه في اللقاء عامه يعني النادي الاهلي نزل اول 10 دقائق كان ممكن يخلص فيهم الماتش اصلا، ماسك كوره ومستحوذ وضاغط وعامل كل حاجه والدنيا جماله تمام وبيس. بعد كده تراجع تام للنادي الاهلي، لان ابتدى بالميراس يمسك هو الكوره وهو اللي يضغط على النادي الاهلي. الواد الوينج رايت اللي عندهم اللي عنده 18 سنه، احنا عندنا محمد هاني اللي بيلعب في النادي الاهلي وبنقول عليه ناشئ لحد دلوقتي وهو اساسا 26 ولا 27 سنه ما بيعملش الاداء اللي هو بيعمله ده. ما عندناش اساسا ناشئ عنده 18 سنه بيعمل اللي هو بيعمله ده رايح تشيلسي خلاص في الدوري الانجليزي. بس إيه، انت متخيل ان واحد زي ده بيلعب على النادي الاهلي يعتبر لوحده؟ اربع يعني انت عندك تريزيجيه ويحيى عطيه الله والدفاع بتاع النادي الاهلي مش عارف يوقفه. يعني بص انا بكلمك في كام واحد ومروان عطيه بجد والله العظيم. ايه ده؟ لا ده انا عايز افهم ده ايه ده يعني ده ايه الاداء ده بتاع النادي الاهلي يعني وبعدين انا في معلومه عايز اوصلها للنادي الاهلي. حضرتك انت بتتفاوض مع مصطفى محمد، خدت زيزو، خدت بن شرقي، خدت امام عاشور. طب ما دول لو بيوصلوا لكاس العالم كان زمان انا جنبك في المجموعه. يعني لو دول بيوصلوا لكاس العالم للانديه كان زمان انا دلوقتي محطوط جنبك، يعني في مجموعه جنبك او في المجموعه بتاعتك او ايا كان. انما دول مش شغالين. مع نهائي القرن اهوت لو كانوا شغالين كان الموضوع اختلف تماما، انما مش شغالين والله العظيم، بايظين فاهم يعني. زيزو بايظ، زيزو النهارده اقسم بدين الله اول نص ساعه انا فاكره قاعد بره، اقسم بالله دخلت بصيت على التشكيل اتاكدت انه موجود في الملعب، غير كده انا ما كنتش مقتنع تماما نهائي. بن شرقي انت جايبه تقعده دكه يا راجل، انت بتكسر بنفسه. ده تريزيجيه، ده اللي كان محترف في دوري انجليزي وتركيا وامارات وقطر ولف العالم كله. ده ايه يا جدع؟ مين دول بجد والله لا بتكلم بجد. محمد هاني ده بيلعب كوره ازاي؟ هو واسمه ده قفشه في اخر ربع ساعه اقسم ما بالله عملوش قلبوا حاجه، الماتش، والله العظيم ثلاثه قلبوا الماتش. ما عملوش حاجه يا والله. ريته كان بدا بقفشه وكان بدا باسمه دوت هو خلاص لما الماتش وقف ورجعوا نزلوا خلاص بالميراس عارفه ان هي كده كده كسبت ده الواد الماتش. بيكهام، ده الواد بيكهام عمل ماتش، عمل ربع ساعه الصراحه التعديلات والتغييرات اللي نزلها اقسم بالله قلبت الماتش. عماله اقول له من بدري طلع سيفتي دوت تريزيجيه. تريزيجيه مش حلو، تريزيجيه نازل اصلا نفسيا زفت بسبب البيلين اللي ضيعه وبسبب الخصم اللي اتخصم منه. انت غير، لما غير ده حتى المذيع ذات نفسه قال بصي بن شرقي، بصي اللعيبه، بصي الدنيا اتقلبت ازاي، بصي الماتش الاهلي عمل ايه. عمال بيجيب في فراوده وبيجيب في نص ملعب وينجات وما جابش اهم عنصرين هو مفتقدهم، باك رايت وباك ليفت. يعني اهم عنصرين اساسا هم اللي موقعين يعتبر الاهلي، الباك رايت والباك ليفت. هم كانوا فين؟ انه ايه يحيى عطيه الله ده بجد مين ده؟ ده كان دولي اساسا ازاي؟ يعني ده بيلعب في المنتخب ازاي؟ لفت نظر مين في النادي الاهلي انه يجيبه؟ محمد هاني بقاله صحيح كام سنه بيلعب في النادي الاهلي، وقعدتوا تقولوا محمد هاني بتاع كاس عالم انديه وحياتك ولا دوري مصر ولا كاس عالم الانديه ولا اي حاجه. النادي الاهلي بكم الصفقات اللي جابها الا انه يفتقد. وحش قوي وحش قوي 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 قوي. النادي الاهلي افتقد روح الفوز بجد يعني. هو خد الدوري كده، بس انا من وجهه نظري تحس ان بقى في حاجه غلط في النادي الاهلي، بحس ان هو مش عارف يكسب. النادي الاهلي ماتشين ما سجلش هدف حتى، ما سجلش، مش عارف انه يسجل. اسامه ابو علي جاب جون اقسم بالله اقسم بالله لو اتمرن عليه 5000 مره هيجيبه مره ولا ما مرتين. كانش جابه كده.